أشارككم كل حاجة، فانتوا ليكوا حق في التوضيح اللي أنا المفروض أوضحه. اللي حسبه الجمهور لقاه، واللي كانوا خايفين منه حصل، واللي قالته عكس اللي عملته. البلوجر نانا انفصلت بعد كتب كتابها بشهر وما طولتش ورجعت لجوزها، وده بعد انفصالها بأيام، وشكلهم كده كانوا واخدين الموضوع ترند زي كتير ما عملوا قبلهم. بس يا ترى الانفصال ده حصل فعلا ولا كان ترند؟ وايه اللي حصل بينهم خلاهم يرجعوا لبعض؟ ازاي لغوا الحجوزات اللي كانوا عاملينها للفرح؟ اللي قالوه أثار الجدل أكتر من انفصالهم. مش هتصدق حالهم اتقلب ازاي. اللي يشوف البلوجر نانا لما ظهرت لوحدها في فيديو قبل كده منهارة وهي بتتكلم عن انفصالها وبتطلب من الناس يدعوا لها، وبتحاول تداري دموعها لما ظهرت مع جوزها وليد بيتكلموا انهم رجعوا، وقرروا يردوا على تعليقات بعض المتابعين اللي قالوا لهم خطتكم اتكشفت وان ده فيلم عاملينه علشان الترند. ورغم ان نانا قالت قبل كده ان انفصالها ده مش ترند ولا علشان المشاهدات، ولا هي بتفكر بالطريقة دي، ولا ليها في جو السوشيال ميديا، والدليل انها مش بتاعة ترندات ولا بتدور على الترند. قالت أنا نزلت مفاجأة كتب كتابي على طول ومحدش كان يعرف إيه المفاجأة، إلا إن عدد كبير من المتابعين مصممين إن ده ترند، وقالوا من الأول وإحنا عارفين. الساعات اللي فاتت قرروا زي ما بيقولوا كده يقفلوا الموضوع ويحكوا للجمهور اللي حصل بينهم. نانا قالت أنا بحب أشارككم كل حاجة، فانتوا ليكوا حق في التوضيح، وزي ما بلغتكوا خبر انفصالي لازم اوضح ليكوا احنا رجعنا ازاي وانه مش ترند. وليد قال احنا ملناش قناه على اليوتيوب علشان نحب نعمل ترند، فالترند يقلب الدنيا ونتربح من وراه، ده اللي هو شاهد فلان رجع لفلانه والجو ده، احنا الموضوع معانا مختلف خالص. وللاسف الموضوع خلاص كان رايح في طريق صعب، ده غير ان اللي مركز يعمل ترند ده بيكون كذاب فبيسيب وراه حاجات كتير هتكشفه بعدين. احنا كنا زي اي اتنين داخلين على جواز بيمروا بفترة كلها ضغوطات ولحظات شيطان وتلاكيك وحاجات تافهة جدا بتخلق مشاكل كبيرة، واللي اتجوز أو داخل على جواز عارف كده كويس. مفيش حد عاقل نيته خير وناوي يتجوز بالحلال هيفول على نفسه بالانفصال، بالذات لو البنت عمرها ما تعمل في نفسها كده، إلا بقى لو هي مش طبيعية. نانا قالت إن عدى أسبوع من بعد انفصالهم على الفاضي، لا هتلحق تعمل حنة زي البنات ما بتعمل ولا حتى عملت خطوبة، ده غير إن في حاجات كتير مش هتعرف تعملها ولا تجهزها ولا تتفق عليها. كمان الحجوزات اللي لغوها وكل حاجة باظت خلاص، ويوفقهم في حياتهم. وقالت في حاجات بتطلع من تحت الأرض كده فجأة بسبب الضغوطات، وإن كل واحد عايز يخلص حاجته قبل الفرح. وفعلا بدأت نانا ترجع للتجهيزات من تاني، وتنزل هي ووليد يشتروا الحاجات اللي ناقصالهم في شقة الزوجية، ورجعت تشارك جمهورها كل لحظاتها قبل الجواز زي ما كانت بتعمل. ومش بس كده، نشرت كمان صور كتب الكتاب مع وليد بعد ما كانت حذفتها وفقدت الأمل إنهم يكونوا لبعض. تفتكروا بقى أنتوا كان ترند فعلا وعملوا تمثيلية على الجمهور، ولا فعلا كانوا صادقين وحصل الانفصال بينهم؟ شاركونا في التعليقات.